نفسي اعيش عيشتك، يبقى عندي فيلا وعندي عربيه زي ده. ايه يا عم انت في ايه؟ ما تقول بسم الله ما شاء الله يا جدع انت. بسم الله ما شاء الله، بس تبقى عيشتك مرتاحه قوي، نفسي ابقى زيك. يا عم ان شاء الله ربنا يخليك احسن مني ويرزقك بفيلا احسن وعربيه احسن. بس انت شفتني وانا شقيان ومتمرمط وبشتغل بمسح حمامات في شرم الشيخ وشغال في الكنافه واشتغلت شغلانات ما اخترعولهاش اسامي وكنت بتمرمط بال 18 و19 ساعه وباخد 2000 جنيه في الشهر. في ايه يا عم انت؟ وانا بشايف دلوقتي في غنى دلوقتي وفي فيلا. العيشه دي جميله قوي، نفسي اعيشها حتى لو يوم. وبعدين خد بالك اللي انت بتعمله ده اسمه حسد. اللي انت بتعمله ده بيضرك انت قبل ما يضرني انا. وبعدين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول عليه الصلاه والسلام اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. طب انت دلوقتي مش خايف؟ دلوقتي انا بحسدك دلوقتي. يا عم لا مش خايف، دلوقتي انا بقرا اذكار الصباح بقرا اذكار المساء، بس لسه بصلي الفجر قبل ما انام. من صلى الفجر فهو في ذمه الله حتى يصبح. تمام. ثانيه واحده. طبعا يا جماعه انا عمري ما احسد اخويا، ده عمر شوار راجل ناجح لكل الناس اللي تعرفه او ما تعرفوش. الراجل ده تعب في حياته، فانا حبيت اعرفكم عليه وفي نفس الوقت يعني حبيت